مساء الخير مزيوناتي، مرحبا بكم في قناه بنيته وماماها. كنتمنى تكونوا على خير، عواشر مبروكه بالصحه وباش ما كتمناو ان شاء الله. رجعت لكم اليوم بوصفه اللي هي سهله وخفيفه كنقدموها في العشاء، صيغتو في الليله ديال العيد. عملنا عشاء خفيف اللي هي الشعريه بالاصول ديالها، الشعريه بالدجاج. غادي نبداو دابا المقادير. عندنا بصله كبيره مشلضه، عندنا هنا 2 مطيشات صغار، عندنا ثومه، سمحوا لي، عندنا ثومه محكوكه، الدجاج مقطع طريفات صغار على حساب الكميه اللي بغيتو نتوما، على حساب الافراد العائله. عندنا زلافه ديال الشعريه، عندنا تنسيمه ديال ماجي ديال الدجاج. بالنسبه للتوابل كاينه معلقه ديال التحميره، معلقه ديال الخرقوم بلدي، الابزار، الخرقوم اي الملون، والملح على حسب الذوق ديالكم. وهنايا كاينه 3 المعالق كبار ديال الزيت لو سيور، وهنايا كاينه الربيع. دابا غادي نبداو الطريقه. وطبعا ما نساوش حط مطيشه اللي غادي نحتاجوه، سمحوا لي نسيتو. اول حاجه جبنا طنجره عملنا فيها الدجاج كما كتشوفوا، من بعد غادي نزيدو مطيشه اللي ديجا حكيناها، الثوم والبصل. طبعا هاد الوصفه هذه كتجي هي سهله وكتجي بنينه، سيرتو انها سهله لان الناس عندهم بزاف ديال الشغالات في الليله اللي كتكون قبل العيد. دابا التوابل، الزيت. من بعد ما عملنا هاد المكونات هادو في الطنجره، دابا غادي نعملوه فوق النار باش يتشحر شويه. من بعد غادي نزيدو عليه لتر ديال الماء مغلي، وغادي نسدو عليه. من بعد ما غادي نحسوا بان الدجاج طاب، غادي نضيفوا عليه الشعريه والربيع والتنسيمه اللي بقات لنا مع المطيشه المعلب. من بعد ما طاب لنا الدجاج غادي نزيدو معلقه كبيره من مركز الطماطم، وغادي نزيدو الباقي قلت لكم، وطبعا مع التحراك. وغادي نضيف الشعريه، غادي نبقى نحرك فيها حتى تقرب الشعريه طيب. من بعد غادي نزيد تنسيمه ديال الدجاج. دابا ملي قربت الشعريه طيب غادي نضيفو التنسيمه، وغادي نضيف فلفله حاره. ام ديالي كتعجبها بزاف، صدقوني جربوها، كتعطي واحد الاضافه غزاله. جربوها وردوا عليا اخبار. كنتمنى تشجعوني، ان شاء الله غادي نوريكم الطبق في النهائي. كنتمنى تشجعوني وكنتسنى الاراء ديالكم والتعليق ديالكم. ها هو الشكل النهائي ديال الشعريه ديالنا. صدقوني كتجي لذيذه طبعا، وبالاضافه ديال الحار كتعطي مذاق غزال. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا، كيجي مذاق، كتجي غزاله. طبعا وصفه سهله تعملوها في العشاء وخفيفه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا. كنتسنى التعليق ديالكم، كنتمنى تشجعوني وتابونيو عندي. وعاد يعني هاد الوصفه اللي قدمت لكم هي اصليه كيعملوها الامهات ديالنا، وطبعا انا تعلمتها من ماما، هي اللي علمتها لي. فكنتمنى تعجبكم، وشكرا وبالصحه والراحه.